ده انترودكشن سريع لو حد بيشوف الفيديو ده وما يعرفش انا مين. انا محمد سيد او سيسو بي. انا بكتب عن الاكل وبحب اتكلم عن الاكل واعمل فود ريفيوز. I have my food blog من 2015 ورحلتي مع الفود بلوجينج تحديدا بدأت من 2014. كان ليا الشرف يعني ان اكون واحد من الناس اللي بدأت Egyptian Foodies في 2014 وقعدت معاهم اول 6 شهور في حياتهم وفي حياتي انا شخصيا في الفود بلوجينج يعني. وبعد كده سبتهم هم كملوا ما شاء الله وعملوا شغل عظيم، وانا اتجهت ان انا يبقى عندي بيرسونال فود بلوج اسمه سيسو بي على فيسبوك وعلى انستجرام. وكان هدفي الاساسي ولا زال هو ده هدفي الاساسي من البلوجينج، هو اني اخلي الناس تتبسط. كنت مقتنع ان الاكل هو الوسيله الوحيده للانبساط. كنت بحاول على قد ما اقدر اخلي الناس تاكل حاجات حلوه تبسطها وتبعد عن الحاجات الوحشه اللي ما تبسطهاش. عملت بوست كتير وفيديو وعملت علاقات ظريفه جدا وكونكشنز تحفه. بعد كده من اول 2018 تقريبا ابتديت اقلل خالص البوست بتاعتي اللي علاقه بالمطاعم وكده لأسباب مختلفة، يعني منها إن أسعار غليت جدا والكواليتي قلت في نفس الوقت في أغلب الأماكن، مش في كلها طبعا. في ناس عرفوا يحافظوا على البالانس بتاع إنك I'm totally fine مع إنك تعلي أسعارك بس اتليست تمنتين نفس الكواليتي اللي أنا كنت متعود عليها. لكن أغلب الأماكن كانت بتعلي الأسعار وبتقلل الكواليتي، فدي كانت حاجة محبطة جدا. my food blog was never about being an angry blog، يعني ما كانش هقضي حياتي كلها بشتم ده واتخانق مع ده واقول ده دول عملوا زفت ودول عملوا قطران ملهاش لازمه. يعني بقيت من النوادر ان انا الاقي مكان فعلا يبسط اللي يروح، وبقى عندي يعني كده سكاتر بوست كده كل كام شهر انزل بوست ولا حاجه وخلاص. بقيت انا شخصيا بفكر بسبب نصايح كتير من الناس اللي انا بحبهم وبثق فيهم في ان انا اكونسيدر ان انا لوز ويت او ان انا افكر ان انا اخس. طبعا كوني حد تخين ولا زلت يعني حد تخين بيحطك دايما في دايرة الاحكام من اي حد بيشوفك، واي حد بالذات يعني صحابي وزملائي اللي بيبلوجوا about food برضو اكيد جالهم الراندوم كومنتس: يا معلم اللي بتعمله في نفسك ده، ما تخس احسن بدل ما انت مش عارف شكلك زي ايه او بقيت عامل زي ايه ومش عارف ايه. بعض الكومنتات المقرفة يعني اللي كلها بولينج وكلها محبطة للشخص، وده بيقفلك تماما من الفكرة حتى لو انت مقتنع ان هي حاجة مفيدة او حاجة مهمة. يعني انا بتكلم معاكم بمنتهى الصراحة، انا كنت بنكر تماما ان هي ممكن تبقى حاجة مفيدة او حاجة مهمة ليا في حياتي، لحد ما صديق عزيز عليا قال لي طيب تعالى جرب معانا حاجة اسمها فيت كامب في مكان انا بحبه جدا 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 من كل قلبي اسمه سيلفر جوينت. هو كروسفيت بوكس وعنده كمان حاجة للبيجنرز يعني او الغلابة اللي زي حالاتي اللي هم تقريبا ما مارسوش رياضة من هم عندهم 13 سنة مثلا، ان هم يتحركوا بس كده، يعملوا شوية حركة وشوية فتنس بسيط. يعني زي ما بيقولوا يعني ايه، الدنيا اتحركت بسبب المرة اللي رحت جربت فيها دي. وبقالي الحمد لله دلوقتي سنة وشهر on regular basis بتمرن 3 مرات في الأسبوع. قعدت في سيلفر جاينت 4 شهور، وبعد كده رحت إجنايت برضو performance training بقالي معاهم من شهر يناير، فداخلين في 10 أو 11 شهر اهو. بحبهم جدا ومبسوط معاهم جدا. قررت ان انا زي ما كنت بلاقي الهابينس اللي انا بحاول اسبريدت واحاول اكلم الناس عنها في الاكل، فانا كمان لقيتها في ان انا لوز ويت، ولقيتها في ان انا ابقى باكل حاجات كتير بحبها، وكمان بلعب رياضة بقيت بحبها جدا وبقيت بتبسطني جدا. بقيت بحب شكلي وانا ارفع شوية من ما كنت، وبقيت بحس ان انا مبسوط اكتر وانا ارفع شويه من ما كنت. فقررت ان هي دي الحاجه اللي هبقى عايز ابلوج عليها في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وهي تندرج تحت سؤال طول عمري بدور على اجابته. I can claim somehow ان انا الحمد لله لقيت الاجابه دي، وهي ازاي اخس وانا مبسوط، او ازاي الوز ويت من غير ما ابقى متقدر وحزين وتعيس وحاسس اني محبوس لفتره معينه من الزمن عشان احقق الهدف ده بتاع ان انا lose weight. In another words, how to make losing weight journey a happy journey يعني بالنسبه لي.
انا بقالي سنه زي ما قلت لكم في الرحله دي، وناوي اكمل ان شاء الله. خسيت اولموست 50 كيلو في السنه دي الحمد لله، ناوي اكمل. عايز اخس على الاقل كمان 40 او 50 كيلو ان شاء الله. انا كان وزني وصل 100 حاجه و90، وتشيز عشان انا طويل شكله العام كان مستور يعني من فضل الله، بس ده كان كتير جدا، كان كتير على قلبي، كتير على مفاصلي، كتير على صدري، كتير على دورتي الدموية. كل الحاجات دي كانت متأثرة بشكل جامد جدا بالوزن الزيادة ده. ودلوقتي أنا الحمد لله وزني 100 حاجة و40، تقريبا 147 وشوية، فخسيت تقريبا 50 كيلو الحمد لله. لسه مكمل. عملت بقى دايتس كتير هحكي لكم عليهم يعني إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، بس منهم حاجات كانت جميلة ومريحة جدا بالنسبة لي، هي اللي ساعدتني في الأول. ومنهم حاجات مع بروفيشنال دكاترة، منهم أختي حبيبتي دكتورة دينا رشاد، لها كل الشكر. ومنهم حاجات مع نيوتريشنس محترمين جدا زي آية راغب في إجنايت، أولجا عماد في عيادة أول جرين نيوتريشن، دي اللي انا متابع معاها حاليا. وكل واحد من الفترات دي او من الدايتس او الدايت بلان اللي مشيت عليها كان ليه مميزاته وساعدتني في رحلتي يعني. وانا شخصيا I'm very satisfied بالريزلتس اللي انا وصلت لها لحد دلوقتي. اعرف ناس كانوا انسبيريشن كبير جدا ليا، هم اللي ساعدوني في الاول، هم اللي خلوني اعرف ابتدي اصلا الجورني دي، ودلوقتي وصلوا الريزلتس احسن مني بكتير جدا ما شاء الله عليهم، ربنا يثبتهم. زي ابن خالتي شريف شوقي ومراته ريم، شخص جميل جدا اتعرفت عليه في سيلفر جاينت اسمه كريم، عمل ما شاء الله ترانسفورميشن تحفه تحفه، ربنا يوفقه. كمان احمد جمال اتعرفت عليه في سيلفر جاينت، كان عامل شغل عظيم جدا جدا جدا. كل الناس دي اثروا فيا جدا، وانا بشكرهم على الانسبيريشن بتاعهم ليا اللي مخليني اكمل لحد دلوقتي. وثرو اوت بقى الايام اللي جايه والشهور اللي جايه يعني هبتدي ان شاء الله شير معاكم كده احيانا فيديوز واحيانا بوست حوالين انا ازاي مشيت في الرحله دي، او ازاي عديت بالفترات الصعبه والفترات الحلوه في الرحله دي. keep you updated بقى بالحاجات الحلوة اللي هتحصل تاني إن شاء الله. وربنا كريم يعني. بشكل سريع وبسيط علشان ما بقاش طولت عليكم أكتر من كده، لو حد تخين زي حالاتي عايز يخس ومشكلته في ان هو مش عارف ازاي يخس وهو مرتاح وهو مبسوط، ان شاء الله نشير معاكم تفاصيل كتير ممكن تكون غايبة عنكم وممكن تساعدكم جدا في القرار ده. لو حد بيحب الاكل زي حالاتي عايز يعرف ازاي يخس او ازاي يظبط دنيته من غير ما يبقى متقدر، من غير ما يبقى تعيس، فبرضو ان شاء الله هنلاقي اجابات كتير للموضوع ده. لو حد وزنه تقيل او تخين وبيتعرض لحاجات سخيفة جدا بتقفله من الفكرة دي وبتخليه يكمل في سكة ظنا منه ان دي السكة الوحيدة اللي هتبسطه، فانا بقول له I've been there، اتعرضت لده على مدار سنين، ربنا كرمني وعرفت الاقي مخرج من الدايرة المفرغة دي. حاسس ان انا عايز اشير المخرج ده مع الناس، عايز اقول لهم يعني ان مش بس الاصوات الرخمة والاصوات البايخة هي الحاجة الوحيدة اللي بتخليك يعني اللي بتطلبك انك تخس، فبالتالي لازم تسكتهم وبتاع. لا، في اصوات كيرنج، في اصوات حقيقية بتحبك وخايفة عليك وعايزاك تبقى احسن، وان شاء الله هتبقى احسن وتبقى زي الفل. Thank you so much. لو انت you have reached so far I really thank you. ان شاء الله الفيديوز اللي جاية بقى والبوستس اللي جاية تبقى اقصر وافيد واحلى بإذن الله. صباح الفل.